مما يروى في صحف إبراهيم: عبد لا تقنط من رحمتي إذا كنت بالقدر موصوف فأنا بالجود معروف. عبد لا تقنط من رحمتي إذا كنت ذا إساءة فأنا ذو إحسان. عبد لا تقنط من رحمتي إذا كنت لا جفوى فأنا ذو رحمة. عبد لا تقنط من رحمتي إذا كنت ذا خشية وإنابة فأنا ذو قبول وإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم أما بعد، عباد الله، حديثنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الحج رحلة إيمانية، وتتلخص في 3 عناصر. العنصر الأول مكانة الحج في الإسلام. العنصر الثاني وهو أن الحج رحلة إيمانية عظيمة. العنصر الثالث وهو ما هي الأعمال التي يعملها الإنسان دون أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام ويأخذ أجر الحج. أولا، ما معنى الحج؟ الحج هو القصد إلى مكة لأداء مناسك الحج، والحج هو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهذا العمل هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. به ترفع الأعمال، وبه ترفع الدرجات، وبه يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي الكريم أيضا في حديثه الشريف: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج رحلة إيمانية عظيمة رائدها الإخلاص بعيدا عن السمعة والرياء. وعندما يخرج الحاج مهاجرا، يخرج من بيته مهاجرا إلى ربه، يبتغي مرضاة مولاه تاركا أهله، يبتغي رحمة ربه ويخشى عذابه. وأول شعار وهو شعار التوحيد يحمله الحاج قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الحج يتذكر الإنسان بموقف من مواقف يوم القيامة مع هذه الأعداد العظيمة. يتذكر الإنسان بازدحام الناس كأنه يوم القيامة، موحدون في اللبس، يتجهون إلى قبلة واحدة وإلى رب واحد. ولذلك هناك حكمة عظيمة بأن الإنسان إذا صلى في مسجد بأن حدوده معروفة، ولكن بعض الصفوف ترى فيها عدم الانضباط أو الاستقامة، ولكن يقفون الناس في هذا المكان وهو حج بيت الله الحرام، يقفون الناس ألوف مؤلفة، أعداد عظيمة، يصطفون في الصلاة في دقيقة، بل تقول في لحظة من اللحظات كأنهم صف واحد. من الذي نظم هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. والحج موسم لتعزيز العلاقات الاجتماعية، ففيه يتعارف الناس ويتآلفون،
ويتراحمون، فتكون الأخوة الإنسانية الإسلامية في أبهى صورها وأجمل مكانتها. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وينزل الله سبحانه وتعالى على حجاج بيت الله الحرام 120 رحمة، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. قال سيدنا موسى: يا رب، ماذا تقول لعبدك وهو راكع؟ يقول رب العباد: يا موسى أقول له لبيك عبدي. وماذا تقول له وهو ساجد؟ أقول له لبيك عبدي. وماذا تقول له وهو عاصي؟ أقول له لبيك 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 عبدي. نصلي في اليوم 5 صلوات، ونصلي في الشهر 150 صلاة، ونصلي في السنة 1800 صلاة، ونصلي في ال10 سنين 18,000 صلاة، ونصلي في 50 سنة نصلي 90,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. فمن معاني وتذكر الحج الطواف بالمسجد الحرام. نتذكر دعوات خاشعات كان يقولها سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل. كان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والسعي بين الصفا والمروة. نتذكر موقف السيدة هاجر وابنها في ذلك الوقت كان رضيع. سيدنا إسماعيل عليهما السلام أبوه سيدنا إبراهيم تركهم في هذا المكان، لا ماء ولا زرع، ولكنهم التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فأنقذهم الله من شدة العطش، وكان ماء بئر زمزم. ومن معاني وتذكر الحج أيضا وهو رمي الجمار، دليل على محاربة ومعاداة هذا الشيطان، ونزيد المراقبة والتقوى لله سبحانه وتعالى. ومن معاني أيضا هذا الحج العظيم والتذكر الجميل عندما يسير الإنسان في مكة ماذا يفعل؟ يتذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها يدعو إلى عبادة ربه 13 سنة. وعندما يسير الإنسان في المدينة يتذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم والأسس التي وضعها لهذا العالم الإسلامي. مكث في المدينة 10 سنين. وعندما يذهبون الناس إلى بيت الله الحرام يشعرون بأن نفوسهم قد ارتاحت. نعم، ويزيدهم الله سبحانه وتعالى إيمانا على إيمانهم، وشكرا لخالقهم على شكرهم، وأمانا واطمئنانا على أموالهم وأعراضهم وكرامتهم الإنسانية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
الله سبحانه وتعالى بدعوات لا ترد: الصائم حتى يفطر، والحاج حتى يرجع، ودعوة المظلوم أوعدها الله سبحانه وتعالى بالنصر ولو بعد حين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين الدان، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يا رب زادي قليل ما اراه مبلغي، ابكي على الزاد ام ابكي على رجل مسافتي، اتحرقني بالنار يا غايه المنى، اين رجائي فيك ثم اين محبتي ثم امامي. عباد الله، ما زال الحديث موصولا عن رحله الحج الايماني. الأعمال التي يفعلها الإنسان ويعملها الإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام، وإذا عملها وفعلها أخذ ثواب الحاج كاملا. من أول هذه الأعمال: إذا مكث الإنسان في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين لله أخذ ثواب حجة وعمرة تامتين كما وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: المحافظة والذهاب إلى صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع كعمرة نافلة. الأمر الذي يليه أن تعمله وتأخذ ثواب الحج وهو حضور مجالس العلم. الأمر الذي يليه عمرة في رمضان تعدل حجة. والأمر الذي يليه وهو بر الوالدين. ولذلك هذه بعض الأعمال الذي يعملها الإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام. ألزموها حتى تأخذوا ثوابها من الله سبحانه وتعالى بصدق نياتها. فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام، حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يحفظ مصر